واحد البنت تزوجت بواحد الانسان كان يبان لها بلي ناس مليح وهذا هو الزوج المثالي تاعها. بصح مور الزواج جاتها صدمة حياتها بعد اللي عرفت بلي الاهل تاع الزوج تاعها بلي كانوا عائله تاع مشعوذين وسحاره. شي قصه هذه الطفله وش صرا معها واسكو بلي سلكت على خير ولا لا. هذه حكايه اللي وعدتكم بها بمناسبه كي وصلنا 50,000 متابع. بعد ما اختاريتوا نتوما في التعليقات باش ندير لكم قصه تاع خوف حقيقيه. هذه الحلقه فيها صوالح تاع السحر ومشعوذين وعلى بالنا بلي جنون كي نهضروا عليهم يحضروا. على هذه ما تنساش تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وطفي الضوء. مولات القصه واحد البنت سموها ام نور في عمرها 36 عام وتسكن في سوريا. نور تزوجت بواحد الانسان ما بغاش تقول الاسم تاعه، على هادي غادي نعطوه اسم قاده. تقول بلي بعد اللي تزوجت به كانت اسوأ ايام حياتي. عرفت صوالح بزاف ما كنتش نعرفهم في اليامات تاع الخطوبه، والصوالح هادو بديت نعرفهم من نهار العرس. شفت بلي خاوت راجلي عندهم واحد الاشكال غريبه وبيزار، ولازم تعرفوا بلي الاب تاع راجلي كان عنده 3 اولاد و3 بنات، 4 منهم كي تشوفهم لحمك يتشوك. ما نكذبش عليكم انا كنت نشوفهم كيما المشوهين، ماشي غير انا وانما كاع اللي كانوا في العرس كانوا يشوفوا فيهم بنفس النظره. وتقول نور باللي الكسير فيهم على الاقل عندها 2 مترات، والاجسام تاعهم كانت رقيقه بزاف. عينيهم كانوا هاودين لتحت، والقدحه تاع العين ما كانوش كيما تاوعنا عاديين وانما كانوا على شكل بيضاوي. تخيلوا معايا باللي كانوا يخوفوا لواحد الدرجه اللي يشوفهم يقول بلي هادو ماشي بني ادم وانما اولاد الشياطين والجن. ومن واحد الصوالح اللي ما كنتش نعرفهم بلي الام والاب تاع قاده كانوا مشعوذين وعندهم اكثر من 25 عام في هذا المجال، وبوه 2 خطرات يتوب يعاود يرجع للسحر. وفي هذيك الفتره اللي يتوب فيها جا فيها 2 دراري اللي هما راجلي واخته اللي كانوا هما برك عندهم اشكال طبيعيه ونورمال، واما اللي بقاو عندهم اشكال بيزار وتخوف، وهادوك زادوا في الوقت اللي كان الاب والام يمارسوا السحر. المهم تقول نور بعد الزواج تاعي بداو المشاكل بيني وبين الاهل تاع راجلي، وقالوا لي بلي لازم عليك تقلع الحجاب قدام خاوت راجلك، وانا ما قبلتش لخاطرش هذه الحاجه حرام. وكي كنت نزورهم خطره على خطره روماركيت بلي ما كاش كاع اللي يصلي فيهم من غير راجلي واخته اللي قلت لكم بلي عندهم اشكال طبيعيه. جامي شفت الام والاب تاع قاده يصلوا، والحاجه الغريبه اني كي كنت نحط الصلايه ونبغي نصلي يبغوا يلهوني على الصلاه تاعي بكل الوسائل، حتى حسيت بلي الصلاه تاعي ولات نيرفيهم بزاف. كل خطره كانوا يسيو ينسوني في الصلاه، بصح كاع الصوالح اللي كانوا يديروا فيهم بلا فايده، ولله الحمد كنت شاده في الصلاه تاعي. واما الام تاع راجلي هي اكثر وحده ما كانت باغيتني نصلي لواحد الدرجه انه ما كانش تخليني نصلي في اي بلاصه، والبلاصه الوحيده اللي كانت تخليني نصلي فيها هي الشومبره تاع خوت راجلي اللي كانت تصلي. المهم تقول نور في هذاك الوقت عرفت بلي الاب تاع راجلي كان يمارس السحر، بصح موراها عاود تاب. بصح الصوالح اللي كنت نشوفهم ما كانش تبين لي بلي هذا الانسان تاب، لخاطرش التوبه عندها علامات، ومن هذوك العلامات هي الصلاه، وهو ما كانش يصلي كاع. وتاني كانت عندها واحد المكتبه صغيره كي كنت نشوف فيهم ونقلب في الكتوبه لقيت بلي عندها كتوبه بزاف تاع السحر وتاع الحاد. جاني الفضول حليت واحد من هذوك الكتوبه، بصح كان مكتوب بواحد اللغه انا جامي شفتها، وفيه رموز وصوالح بزاف يخوفوا، وفيهم واحد الاشكال تاع الشياطين والعفاريت اللي حد الان مازال راهم في عقلي. والحاجه اللي زادت اكدت الشكوك تاعي باللي مازال على هذيك الطريق هما الدراهم اللي كانت تجيهم. وراجلي كان مساعد مهندس متقاعد، وهذه الشهريه كانت قليله بزاف ما تخليش يعيش عائله فيها 7 تاع ناس ياكلوا ويشربوا غايه. ودائما كي كنت نريح معاهم كانوا يجيبوا على واحد الصوالح تاع الالحاد ويبداو يهضروا ويقولوا في الافكار تاعهم كانت معمره بالالحاد والكفر بالله عز وجل. حتى واحد الخطره واحنا مريحين انتقل الاب تاع راجلي وقال لنا باللي صاير اني لقيت الاسم المياه تاع ربي سبحانه. وكما تعرفوا ربي سبحانه عنده 99 اسم، وبعض الاساطير يقولوا اسم المياه هو الاسم الاعظم تاع ربي سبحانه، اذا دعيت به ربي يستجيب لك كاع شارك باغي. المهم بعد اللي قال هذاك الاسم انا ما نكذبش عليكم متجمد في بلاصتي من كثريه الالحاد والكفر اللي كان فيهم. بين قوسين الحكايه الحقيقيه كان فيها بزاف صوالح تاع الحاد على بها قلعتهم القصه. المهم تقول نور باللي من هذاك الوقت تاكدت باللي مازال راهم على طريق الشعوذه والسحر، واللي دائما كندخل عندهم للدار نحس بواحد الرهبه والخوف، ونولي نحصن في روحي بالايات من القران الكريم. ودائما كي نجي ناكل حاجه نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، ومورها عاد ناكل حاجه اللي مدوها لي. وتقول نور
اقسم بالله العلي العظيم باللي كرشي ما كانش تقبل هذيك الماكله، ودائما الحاجه اللي ناكلها نعاود نتقياها، وهذه الحاجه اللي خلات راجلي تهبل وتتنرفى وتعاود قاعد تسيي ودير الطرق تاعها باش نعاود ناكل. واحد الخطره كنت نفطر عندهم وتاني عاود قيت، بصح موت راجلي سيفت عليا باش نشرب واحد الحاجه كان جايبتها لي في قرعه، وقالت لي بلي هادو اعشاب طبيه راني مغليتهم في الماء، وقالت لي بلي اكتشفت بلي هذه العشبه تفيد الالام تاع المعده اللي راه فيك. المهم نور تقول بلي ما كان عندي حتى اختيار، سميت ربي وشربته، ومور اللي شربته تقيت الدم ديريكت، وتمك راجلي رفدني وداني للسبيطار. وكيف فحصوني قالوا لي بلي كرشك دخلتها واحد الماده حمضيه سامه، وهذيك الماده اللي خلات الجدار تاع المعده ينجرح على بها تقيت الدم. وانا عمري ولا شكيت من كرشي ولا صرالي كيما هكا، غير من مور اللي شربت هذاك الدواء اللي عطاتهني. بس الحاجه اللي كنت متيقنه منها بلي الاهل تاع راجلي هما اللي راهم دايرين لي السحر. كيفاش داروا لي السحر ما رانيش عارفه، وعلاش داروا لي هكا ما رانيش عارفه تاني. سيت نهضر مع راجلي باش نقصوا الزيارات على الاهل تاعه، وقلت له نديروا كيما هكا باش نركزوا على حياتنا وما نصمتوش عليهم. بصح كاع كيما هكا ما بغاش يسمع لي، وهذه حاجه لوجيك ما كانش اللي يقبل ينقص الزيارات على الام والاب تاعه. بس الحاجه اللي تخوف انه بداو يصراو معنا واحد الصوالح بيزار وحنا في الدار. راجلي كان يطول بزاف الخدمه، كان يروح من الصباح وما يجيش حتى 8 تاع الليل. كانت عندي واحد العاده دائما نبغي نسمع القران وانا نقي في الدار، كنت نشعل التيلي وندير على قنوات القران الكريم ونزيد للصوت، وهذه الحاجه بقيت مواظبه عليها حتى مور الزواج تاعي، وكنت نعاود نقرا في الايات اللي نسمعهم وهكا باش نطرد الشياطين والجن اللي يكونوا في الدار. وواحد النهار كنت نقي كالعاده تاعي ودير القران ومزيدد له. من بعد كي كملت وريحت قعدت نحوس على كاش برنامج مفيد نديره، حتى سمعت واحد الحاجه تقربح في الكوزينه، رحت نجري نشوف شكاين، حتى شفت بلي نار كبيره كانت قريب وتحرق كاع الكوزينه. سيت نطفي هذيك النار بصح ما عرفتش المصدر تاعها من راه جاي، هي ما كانت جايه من القرعه تاع الغاز ولا من الفورنو، كانت تخرج من والو. كي تشوف هي نار وفي وسط الكوزينه برك، وتم قلبي كان قريب ويحبس من كثريه الخوف، وكل ما كنت سي نطفيها من جهه كانت تخرج لي من جهه الزوجه. هنا ما نجمتش، رفدت التليفون وعيطت لراجلي وقلت له يجي لا خاطرش ما كنتش عارفه شندير. وفي هذاك الوقت اللي كان جاي فيه انا قعدت نسي نطفي في هذيك النار. بصح روماركيت واحد الحاجه انه هذيك النار قاعده في وسط الكوزينه ما تكبر ما والو، قاعده كيما راهي، وتما قاعد مقابله هذيك النار وقاعد نشوف فيها. وبديت نقرا ايه الكرسي بصوت عالي وقعد غير نعاود فيها ونكرر فيها، وفجاه سمعت واحد الاصوات كشغل تاع وحدين راهم يتعذبوا، ولاو هذيك الصوالح اللي في الكوزينه يترفدوا وينخبطوا على الارض وحدهم. وهنا شفت بعينيا وربي شهد عليا، شفت الجن هما ينحرقوا وانا قاعده نقرا في ايه الكرسي. وكي كنت نقرا وكنت نشوف هذيك الصوالح كنت ميته بالخوف، بصح كان عندي واحد الايمان قوي بزاف بربي سبحانه. وقعدت تاني نقرا في المعوذتين، كي بديت نقرا ونقول اعوذ برب الفلق هنا صارت الصدمه، هاجمني واحد من الجن وقعد مجيفني، حسيت روحي باللي قريب غادي نموت والنفس انقطع فيا. انا كنت نحس به بصح ما نجمش نشوفه، سيت نعيط ونزقي بصح ما نجمتش، وحسيت باللي حاجه كيما التفاركات حاكمتني وجرحتني كاع من رقبتي، وقعدت غير نتخبط ونسي نبعد عليه وبزي باش نجيب نقلع يديه على رقبتي، وديريت وليت نأذن حدي حتى اختفى هذاك الجن. وكملت وقعدت نقرا في القران، والحاجه البيزار انه هذيك النار اللي كانت شاعله طفات وحدها، وانا كنت في واحد الحاله الله لا يشوفكم فيها. شويه وقت حتى دخل راجلي وشافني قال لي ماكي شاكين شي صرا معاك ورقبتك مالها، بصح ما نجم نحكي له والو لخاطرش بوه وما كانوا سحاره، وبالك هو تاني ساحر وانا ما على باليش. قلت له نجبت نطفي هذيك النار وحدي، بس تغميت بالريحه والدخان اللي كانت تماك، على بها كي شديت رقبتي نجرحت منها، وهو اما نهضرتي. وفي الليل قبل ما نرقد حصنت روحي غايه لخاطرش خفت يجوني وانا راقده، معيت نسي نقعد قاعده بصح ما نجمتش، وداتني عيني ورقدت حتى نفطن على صوت تاع اذان الفجر. سيت نوض ببلاصتي باش نصلي بصح بلا فايده، كي شغل راني مربوطه. سيت نهضر ولا نعيط بصح كيف ما نجمتش، والحاجه اللي نجمت نديرها اني نبكي وقلت بالك راجلي يسمعني بصح بلا فايده، وانا بقى لي غير ربي سبحانه. وقعدت نخاطب فيه بيني وبين روحي، وقعدت كيما هكا حتى شرقت الشمس وانا تحررت وتحرر لساني تاني. كي نط
رحت نجري نشوف روحي في المرايه، والحاجه اللي شفتها كانت صدمه حياتي. شفت باللي وجهي راه زرق من الضرب والاثار تاع الجن فيا. رحت بالخوف قعدت نماكيي باش ندرك هذوك الاثار على راجلي. فات هذاك النهار على خير وهو راه يخدم، وانا قاعده دايره سوره البقره وقاعده نرقي في روحي. وفي اللي كي جا راجلي جا شويه روطار. كي دخل الدار حسيته بلي تبدل عليا، وتاني الشكل تاع عينيه ماشي كيما مداري، ولاو شويه حمرين، والحدقه تاع عينيه ولات بيضاويه كيما خوته. وكان ساكت وشوف فيا واحد الشوفه تخوف. من بعد نطق وقال لي غادي نبيع كاع الصوالح اللي راهم في الدار ونرجعوا نسكنوا مع بويا وما. بصح باينه بلي انا ما قبلتش، لا خاطرش ما كانت كاينه سبه باش نخلو دارنا ونروحوا نسكنوا مع والديه. وهنا ولا هايج ومنرفي، وعينيه ولاو يخوفوا اكثر، والصوت تاعه تبدل بزاف ولا خشين، وقعد غير يضرب فيا وسي يجي يفني. بصح نجيت نهرب منه، دخلت الشومبرتي وبلعت الباب، رفدت التليفون وعيط للاهل تاوعي. كي جاو الحاجه الغريبه انه راجلي رجع نورمال كيما كان، ورجعوا عينيه كيما كانوا. والحاجه اللي تخوف اكثر انه ما كان عاقل على والو ولا صوالح اللي دارهم. ونخلع كي شاف الحاله تاعي والاهل تاعي قاع في الدار. ورجعت مع الاهل تاعي وكنت متاكده بلي الاهل تاعه هما اللي داروا لنا السحر، وما بغيتش الريسكي بالعقل تاعي وروحي على جال العلاقه اللي بيناتنا. رفعت عليه دعوه قضائيه بالخلع وتفركتنا. بعد اللي دام الزواج تاعي 2.5 من العذاب. وهنا كملت القصه تاعنا، وتعلمنا منها بلي لازم عليك تكون مواظب على الصلاه تاعك، وتتعلم تاني تحصن روحك في كل وقت. وقبل ما تدخل في علاقه زواج سقسي غاية على الاهل، لا خاطرش بالكم يكونوا السبه باش يحطموك نفسيا وعقليا، وبالك يدوك حتى للموت. وما عليا غير نقولكم تهلاو في روحتكم والسلام.